السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باذن الله غنقدم معكم واحد الفلون بالفواكه كيجي مفيد ومغذي وسهل وغير مكلف. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. المهم هنا المقادير راهم ساهلين وموجودين تقريبا في اي بيت. عندي هنا السيترو ديال الحليب، وبالنسبه للكميه على حسب الاشخاص يمكن لكم تضعفوا الكميه. غنزيد هنايا سنيده كذلك على حسب الذوق. هنا عندي تقريبا 2 معالق ديال سنيده، وواحد 16 فاني، لان هذا الفاني كيتواتى مع الفلون اللي دايره انا ديال الشوكولات، كيتواتى معاه بواحد الطريقه اللي هي عجيبه. والفلون يمكن لكم تستعملوا اي فلون. انا هنا درت ديال الشوكولات لان الشوكولات كيتواتى مع الفواكه بحال هكا الفواكه الجافه او الفواكه العاديه. على هذا الشكل. هنا عندي معلقه ديال الدقيق فورس، اللي عنده نشا يمكن ليه يدير معلقه ديال النشا، ما عندوش يمكن ليه يستعمل غير الدقيق فورس كافي، وكيجمع الفلون في البلاصه. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. غنخلط هذا الخليط ديالي باش ما كيجينيش مكلكم وما يخصوش تكون فيه حتى تكلكيمه حتى كيذوب ليا كلشي. هذيك الساعه دابا غنردو فوق البوطه على عافيه مهيله تقريبا 5 ديال الدقائق. ايوا هذا هو الفلو ديالي من بعد ما غلا ليا هكايا على عافيه كيف قلت لكم مهيله 3 دقائق 4 حتى 5. هنا عندي الفواكه. بالنسبه للفواكه اللي عندي البنان، تفاح، لافوكا. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي فاكهه عندكم في الدار. هنا عندي واحد البسكوي شداه مهرمشاه. الزين حتى هو كيبقى اختياري. المهم انا هنا درت الديسير لتحت، يمكن لكم ديروا الفلون هو الاول، عاد ديروا الديسير من الوسط، عاد تزيدوا عليه الفلون. المهم كيبقى اختياري. تزيين يمكن لك تزيني باي حاجه عندك، واي ديسير عندك على فكره. يمكن لكم تدخلوا عليه الزبيب، اللوز، مهرمش. المهم واحد الفلون اللي ما نعاودش لكم عليه، اللي مغذي ومفيد. يمكن لك تستعمليه هكا في السحور في الصيف، حنا مقبلين دروكا على الصيف، وزوين هكا في رمضان مبرد يا سلام. ما نعاودش لكم عليه. غنبداو ان شاء الله هكايا نكبوا الفلو ديالنا في الكؤوس ولا زليفات ولا اي حاجه عندكم. وعلى فكره بالنسبه للبروده ديالو كياخذ ليا تقريبا هكايا وبالضبط نص ساعه في البلاصه كيوجد. ماشي داك الفلو اللي كتخلي الليل كامل ولا نهار كامل هو في الفريغو، لا، هذا نص ساعه فقط. هنا غنبدا غنزير داك البسكوي من الفوق. يمكن لكم تستعملوا كيف قلت لكم الشكلاط مهرمش، يمكن لكم تستعملوا اللوز مهرمش. المهم داكشي كيبقى ابداع. صافي على هذا الشكل. وراه انا متاكده ما باقيش غتستغناو عليه نهائيا. غنديروه من طبيعه الحال في الثلاجه يبرد لينا نص ساعه كيف قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا هذا هو الفلو ديالي من بعد ما برد، راه ما خداش ليا الوقت نهائيا. غتشوفوا كيفاش جا ان شاء الله قدامكم. ها هو راه جا خاطر، وبدوك الفواكه وبديك العضه اللي كتعدي مع الفواكه راه كيجي يا سلام. تاخديه في الديسير راه عرفتي شنو خديتي. يمكن لكم تزيدوا عليه حتى التمر والزبيب. بصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.